السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ اول يوم فطار بقى في الصيام. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم، الله اكرم علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب ان شاء الله. عايزه اقول لكم بقى ايه ده الفطار السريع السريع. قمت بقى عشان اعمل الاكل وقايمه بدري، ما لقيتش عندي غير 3 بصلات بس. خدت بعضي ورحت السوق ورجعت بقى ايه، وقفت عملت الاكل كده ايه على السريع بقى. آه طبعا جوريك. تبلت بقى ايه، انا عملت البصله في الكبه وحطيت لها ملح وفلفل اسود و7 بهارات، بس ما حطيتش اكتر من كده. وانا اصلا مولعه لهم ميه هسلقهم، يعني مش هعملهم صينيه. وهنا دي البطاطس، هعمل صينيه بطاطس كده بالطماطم. هحط عليها بردك من نفس البصل دهوت. وهضرب بقى ايه البصل في الطماطم، ولا ايه، في الكبه. هضرب الطماطم في الكبه. هنا بقى دي الميه هي بتاعت الوراك غليت. عايزه اقول لكم ان انا ايه سويت الوراك عشان تستوي يعني حلو، اتهرت مني خالص، بس يلا مش مشكله، هي مش تنزل بطل سليمه. هنا حطيت لوري، وحطيت واحده حبهان، وزودت ملح وفلفل اسود. وهنا بقى صينيه البطاطس بحط عليها الايه الصلصه هي. بردك حطيت لها ايه دي شوربه بقى، شوربه ضاني. كان عندي حتة ليا ضاني كده، قطعتها كده وولعت عليها، عملت لي شوربة عشان هعمل منها ايه صينية الرقاق. هنا بقى حطيت فلفل اسود وملح و7 بهارات، وحطيت اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. ورقة اللوري، ولعت عليها وهي واللي وراك همك. دي في حلة ودي في حلة. هنا بقى بعمل عصاج عشان خاطر صينية الرقاق اللي هعملها. نزلت باللحمة وبعد كده حطيت عليها البصل. حطيت بقى الملح والفلفل الاسود ولوري و7 بهارات. النهارده الفيديو برعاية ايه التلات توابل دولك، يعني مش بحط توابل كتير بقى النهارده. هنا بقى الشوربه كانت سخنه بقى، اخدت من الشوربه بتاعت الضاني ديك، وخدت من شوربه الوريك عشان اعمل الملوخيه. هنا بقى بوريكم ده الرقاق اهوت. طبعا هنا بقى دهنت الصينيه بقى بالسمنه، اي نوع سمنه عندك ادهني، الزيت مش هيقولك لا برضك يعني. المهم ان انت بتسمي الله وبتطبخي والحاجه بتطلع حلوه، يعني ده ما انت عاملاها بحب يعني، ونية صافيه بيطلع الاكل حلو. هنا بقى هرص بقى الرقاق زي ما انتم شايفين كده، هبله في الشوربه كده، واحط بقى ايه 5 تحت و5 فوق. كان الاول واحد بيعمل ايه حسب امنا ما ربتنا، كان 4 تحت و4 فوق. بس زمان كان طبعا الحاجة بنجيبها ايه من الرقاق دوت من الستات اللي هما كانوا بيعملوه. كان زمان في ستات كده عندهم فران ويقعدوا يعملوا الرقاق كده، ويتباع بقى بالكيلو. يا اما انت تودي لها الدقيق وهي تعمل لك، تحاسبك بس على المصنعيه. فدلوقتي بقى خلاص ما عادش بقى الفران اللي هي ده الجاهز، فما ما عادش بقى. طبعا كان بيبقى كله اصلا الاول مدور، تجيب الرقاق كان مدور. هنا بقى نزلت طبعا باللحمه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، ورصيتها. وبعمل بقى ايه الرق الاخير بقى، يعني هعمل الرق اللي من فوق بقى. عذرا بقى ان الخمار هنا نزل مني. متنسوش تصلوا على الرسول حبايب قلبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا هنا بقى بعمل كده هوك واخلص بقى الصينيه خالص، واولع بقى عليها الفرن. طبعا دي طماطم يعني، ما عشان الواحد خلاص اتعود ان هو لما بيجي يعمل شوربه لاي حاجه بيقطع طماطميه ويحطها، او يحط الطماطميه سليمه زي ما هي يعني. هنا بقى خلصتها هيك، وهقطعها بقى عشان ادخلها ايه الفرن بقى، وهحط لها بردك ايه سمنه من على الوش كده. متنسوش بقى تشتركوا في القناه حبايب قلبي، كومنت حلو منكم كده تكبروا بخاطري بقى، ربنا يكبر بخاطركم. ومتنسونوش في اللايك، دوسوا لايك بقى عشان الفيديو يعلى ويعلى بيكم ومعاكم. طبعا هنا بقى ايه بعمل الرز.
هحمر بقى الشعرية زي ما انتوا شايفين كده، وانزل عليها بالرز. طبعا هنا بوريكم ايه ان الملوخية حلوة وجميلة هيك وفكت خالص يعني. هنا بقى نزلت بالرز واقلب بقى فيه لحد ما يتشوح، وهركنه بقى ايه على جنب بقى، لان كده كده لسه بدري على ميعاد الاذان. قبل الاذان بشويه كده هبقى اولع عليه. هنا بقى بعمل صينيه كنافه. على فكره ما انا ماليش في الحلويات، عمري ما كان ليا في الحلويات خالص، ما كنتش بعرف اعمل حلويات. انا لما فتحت القناه دي اتشجعت بيكم ومعاكم ان انا اعمل الحاجه، ويا صابت يا خابت. يعني الواحد يجرب، المهم ان الواحد ياخد شرف التجربه، يفضلش حمار زي ما هو. انا بعترف عن نفسي، هنا انس ماسك الكنافه وبياكلها نيه. طبعا صينيه الجلاش عشان ازاز ما حطيتهاش في المطبخ، طلعتها حطيتها على قماشه وحطيتها جنب مني. هو صمم ياكل منها، حطيت له منها. هنا طبعا انا ما عنديش الحشو بقى اللي ايه كل الناس بتعمله بقى، يعني اي حشو عندك كده. مش هتقولك لا صينيه الكنافه. وبعدين انا ما بحبش حشو خالص. هو قال لي حطي لي فيها سكر، حسن قال لي حطي لي فيها سكر والزبيب. قلت له بس سيب لي جزء من غير زبيب، لان انا ما بحبش ايه حشو. قلت له حطي جوز الهند، انا عندي جوز الهند بس انا برضه ما بحبهاش. فما رضيش يا عيني يحطها، قال لك عشان انا لو كلت من اللي فيه الزبيب ما يبقاش فيه ايه جوز الهند. طبعا هنا بقى بنزل عليها بشويه ايدام تاني بردك. ولما اخلص بقى خالص هحط بردك عليها من على الوش ايه السمنه يعني بتاعتها. طبعا هي كل ما تديها سمنه كل ما بقت حلوه وجميله. الاول الواحد ما كانش طبعا، عايزه اقول لكم كان الواحد بيعملها بتتحرق كده، ويا اما تطلع ناشفه. عشان كده انا ماليش في الحلويات، ما كنتش بحب اخد التجربه. هنا بقى حسن كان واقف بقى بيساعدني، وبيعمل معايا الملوخيه وبيعمل معايا الحاجه يعني، لاني كنت خرجت جبت حاجات وجيت. وعايزه اقول لكم بقى حصل لي حته دي موقف وانا واقفه كده. خلاص بقى الاذان على وشك، وانا بقى ايه بسخن بقى الاكل كله، وولعت الفرن الزراير بقى ايه الزراير بتاعت الفرن، الزرارين اتكسروا، اللي هما بيحبكم من عند العين كده اتكسروا. فهنا بقى صينيه الكنافه كانت خلصت. هسقيها بقى بالشربات زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى ما كملتلكوش. طبعا انا ولعت بقى العين اللي في النص دي، ولعتها وانا ما اعرفش ان هي ولعت. وانا رايحه اولع على الطاسه عشان اقلي احمر الفراخ، تقوم العين دي ولعت. وعايزه اقول لكم بقى حصل حته دي موقف. اهي بصوا العين ولعه اهي، بصور لكم وانا بره. انا قعدت اقول له الحقني يا حسن، الحقني يا حسن، بصور بقى حتى مش عارفه اقول له البوتاجاز بيولع. طبعا الفرن انا كنت مولعه اهو، الفرن معاكم اهو. مش ما كنتش، بصوا اعصابي كانت سايبه. هنا كنت مقطعه فراوله، بصوا بشرح لكم بقى هنا البوتاجاز بقى ايه اللي حصل له. كنت مقطعه فراوله وبرتقان وموز وضربه فراوله في الخلاط ده، يعني العصير اللي هنشربه. هنا بوريكم ان العيون ما فيهاش اللي هو الزرار ده هو، وانا اتلخفنت. بدل ما اولع بقى الفرن، ولعت العين اللي في النص دي، وانا ما اعرفش ان انا ولعتها. بصوا من كتر شدة النار حرقت الفويل خالص، خليته مفهوش. هي العين اللي انا ايه شلتها دي انا ما بستخدمهاش، فمش حاطه عليها العين بتاعتها خالص. فما خدتش بالي خالص ان هي ايه ولعت. اول ما حطيت الطاسه راحت دي ولعت فيها. انا بقى فكرت اصلا ان الغاز من الفرن نفسها سرب وولع العين من فوق، ولع البوتاجاز من فوق. بقيت اصوت وعمال اقول الحقني يا حسن، الحقني يا حسن. الحمد لله ربنا ستر وكملها على خير، الحمد لله. الحمد لله. طبعا ده فطرنا بقى. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما كنتش صدعتكم. متنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كومنت حلو منكم.